السلام عليكم. هنحط الخيار النهارده في الميه المغليه ونشوف النتيجه هتطلع معانا ايه. اول حاجه احنا هنستخدمها النهارده هيكون كيلو واحد من الخيار. طبعا هناخد من الخيار ده كيلو واحد. تمام. الحاجه بقى اللي احنا هنحتاجها قبل ما نبدا ان احنا نجهز الخيار، هنحتاج حله، اي حله موجوده عندك، وهنضيف في الحله لتر من الميه العاديه خالص. الميه دي هننزل عليها بفصين 3 من الثوم. انا ما عنديش ثوم صحيح فهحط ثوم مفروم، مفيش اي مشكله. وكمان هنستخدم يا اما الملح اللي هو الصخري ده، ده ملح الهيمالايا، في زيه كده ملح ابيض عادي تمام صخري، وده طبعا بيكون حلو افضل يعني. او لو مفيش هنستخدم الملح العادي خالص، وانا هعمله معاكم النهارده بالملح العادي عشان تتاكدوا ان مفيش اي مشاكل. تمام. احنا هنعمل النهارده كيلو خيار، فهنحتاج له معلقتين هرميين كده من الملح. شايفين؟ معلقتين هرميين كده من الملح. كم قرن من الفلفل. هنعمل فيها ايه؟ هنرفعها على البوتاجاز، هنخليها تغلي على البوتاجاز. عقبال بقى ما الميه تغلي على البوتاجاز هنمسك بقى الخيار بتاعنا ونشقه شقه صغيره كده. تمام. زي ما قلنا احنا هنعمل على كيلو من الخيار علشان انتي تقدري تضعفي الايه المقادير براحتك. طبعا لو في متاح عندك كرفس تقدري ان انتي تحطي كرفس في الميه اللي احنا عملناها دي، بيديله ريحه جميله قوي وطعم برضو حلو. هنشوف بقى الميه غليت ولا لسه. هنا الميه بقى خلاص غليت معايا، شلتها من على البوتاجاز وهبدا اديها معلقه من السكر، اديها كوبايه صغيره كده او فنجان صغير من الخل. ده كده خل خام. ان انا انزل بالخيار. هعمل ايه بقى؟ هغطي عليه وهسيبه يوم كامل ونرجع له تاني يوم. دلوقتي بقى يا جماعه بعد ما عدى 24 ساعه ده كده شكل الخيار، وده كده لونه. تعالوا بقى نطلع واحده نشوفها. سمعتوا القرمشه؟ سامعين؟ تعالوا بقى نطلع الخيار كله. ونبدأ ان احنا نقطعه. طبعا يعني انت تقدري تقطعي اي تقطيعات مختلفة، يعني مش هيفرق طريقة التقطيع ايه. تمام. ده بيكون بقى الخيار بتاعنا، وكمان ده الفلفل اللي احنا حطيناه. طيب بالنسبة بقى للمية اللي احنا كنا عاملين فيها الخيار، المية دي احنا هنرميها نتخلص منها، مش عايزينها خالص. ليه؟ لان المية دي حادقة جدا، مش ينفع ان احنا نتعامل بيها. تمام. هنجيب بقى لتر مية عادية خالص نضيفة. تمام. المية دي هضيف لها معلقة من الملح، الشكل الطبيعي بقى، يعني لتر مية معلقة من الملح. خلاص.
وكمان هضيف لها كوبايه من الخل. خلاص، وهضيف لها كوبايه من الخل، وهدوب بقى الملح حلو قوي. خلاص، هنجيب بقى الحاجه اللي احنا هنحط فيها الخيار بتاعنا، ونبدا ان احنا نمليها. دلوقتي بقى يا بنات مش عارفه ما تصورتش اللقطه اللي احنا عملنا فيها. تمام. مهم احنا جبنا الميه اللي احنا كنا عاملينها في ميه وخل، اللي احنا كنا حاطين فيها الملح وحاطين فيها الخل، وبدات ان انا اضيفها على ايه، اضيفها على البرطمانات بتاعتي. تمام. وبعد كده خلاص هغطيها وبقت جاهزه كده للاكل. اتمنى بقى الفيديو ده يكون عجبكم ويكون فاتكم، ولو باي حاجه بسيطه اول مره بتشوفيني ما تنسيش ان انتي تشتركي معايا، ان شاء الله انزل لكم حاجات حلوه وجميله. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لي اعجاب، ولحد هنا هقول لكم دمتم سالمين ومع السلامه.